السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا العزيز ومتابعين برنامج الراصد سبورت. محورنا لهذا اليوم يتحدث عن تكميه الأفواه وتضليل للمدرب وتهميش للمدرب المحلي، وكذلك هجمة منظمة من قبل المواقع المزيفة اليوم تريد تكميه الأفواه للمدرب العراقي وكذلك للمحللين. ما هي الغاية من هذه الهجمة من قبل الصفحات المزيفة وبعض المواقع اللي مدفوع الثمن اللي يدافعون على عدنان درجال وعلى تخبطاته وعلى المسكنات الإعلامية؟ كابتننا اليوم اكو هجمة اتجاه المدرب المحلي، وكذلك يعني تواجه المحللين. منو وراء هاي الهجمة اللي قاعد يقودها؟ هل هناك صفحات وهمية أو مواقع يعني لدى الفيسبوك اللي جاي تحرض اتجاه ضد المدرب المحلي وترويج للمدرب الأجنبي وتجمل صورته؟ أولا تحياتي لك عزيزي أستاذ جان. والله من فترة يعني ليست قصيرة بصراحة اكو عملية ممنهجة طبعا ضد أي مدرب يعني يحمل كفاءة أو أي مدرب عنده طموح كبير بأنه يقدم نفسه بالشكل الصحيح. تلاحظ اكو هجمة مضادة لتسقيط المدرب المحلي على كل الأصعدة بصراحة. واستمرت يعني صار فترة طويلة يعني اليوم انت ما تقدر حتى تتكلم كلمة الحق، يعني عندما تتكلم او تطرح رأيك هنالك جهات متعددة يعني لتسقيط هذا الرأي او الكلام ضد هذا الرأي، واستمرت هاي يعني بعمل ممنهج منظم بصراحة. ولهذا اليوم تم اضعاف المدرب المحلي بشكل كبير جدا. حتى المدربين اللي عندهم طموح وعندهم يعني افكار تدريبيه على مستوى عالي تم قتل هذه يعني الطموحات للاسف الشديد يعني، وكثير يعني مساهمين بهذا الشيء. زين كابتننا، احنا اليوم قبلنا انه اجانا مدرب جديد وراح يقود شو اسمه الموضوع. موضوع بعد احنا قبلنا انتهى، بس الموضوع انه هو غير. اليوم اللجان شنو دورها؟ دور اللجان غير هي اللي تقرا السي في مال المدرب او تستطلع على السي في او تتحدث مع المدرب او تتكلم مع المدرب. لو السيد عدنان درجال هو هذا دوره من يتعاقد مع المدربين او دوره هو اللي يقرا السي في؟ شنو دور ما عندنا اشكاليه يجي اي مدرب. لا عاد شنو دور اللجان؟ اللجان ما له اي دور، لانه اي مدرب جاي يعمل اذا كان محلي او اجنبي يشتغل بدون شروط وبدون ضوابط، وهاي ما معمول بها باي دوله او اي اتحاد باي دوله يعني. اي مدرب يريد يدرب باي نادي حتى على مستوى الدرجه الثالثه يجب ان يحمل مميزات ومعايير حتى يقدر يدرب. بالعراق ما موجوده هاي المعايير، يعني انت ما تقدر تدرب باي دوله حاليا اذا ما عندك مثلا شهادات عاليه. اقل شهاده لازم عندك هي البرو حتى تقدر تدرب حتى على مستوى الفئات العمريه. لكن بالعراق هاي الشيء ما موجود. اي مدرب ده يدخل بدون ضوابط ويدرب بالدوري الممتاز، فهاي ينعكس سلبا طبعا على تطوير اللاعب وعلى يعني تطوير الدوري العراقي وعلى تطوير المراحل السنيه. زين شلون شفت السي في المدرب الاسباني الجديد اللي راح يقود منتخبنا الوطني؟ صراحه يعني هذا مدرب جيد بصراحه، يعني سبق وان عمل يعني لفترات طويله بالظل هكذا مدربين اجانب. نعم بصراحه يريد يعني يثبت وجوده، يثبت ذاته كمدرب يحمل افكار تدريبيه. وسبقا عمل مع انريكي، يعني تعرف على مستوى منتخب اسبانيا ومستوى مثلا برشلونه، من يعمل فترات طويله اكيد يكتسب خبرات. وسبقا عمل حتى على مستوى اعمار سنيه، فعنده خبره وعنده اطلاع يعني بكره القدم الحديثه، فلا باس يعني. لا زين. السؤال الاخير، اكو بعض المواقع تريد تكميه الافواه المدربين والمحللين الرياضيين، ما هو الغرض من هذا الحمل؟ يعني قلت لك اكو هجمه منظمه ضد الاراء الحره، الاراء الصريحه اللي يصارح الجمهور، تقدم الحقائق. نعم. يعني هجمه مبرمجه من كثير، يعني مو بس مواقع، حتى الجمهور العراقي عنده ثقافه اصبح قسم من الجمهور العراقي. ما اتكلم عن الاكثريه ناس محترمه ومشجعين على مستوى. من خلال ما افهم من كلامك اصبح المدرب ما مرغوب به المدرب المحلي بالعراق. بالضبط. هجمه اذا مو بلدك يقيمك ويقومك
ويقويك. من يقويك بعد؟ وين فعلا. تروح انت يعني؟ اذا مو بلدك يعني واتحادك يقويك، يعني انت تضعف. اذا كلها ضدك يعني شلون راح تتطور؟ شكرا استاذنا العزيز، حبيبي. ونشوفك ان شاء الله بحلقات قادمه. الله يخليك. شكرا، تحياتي. تحياتي لك، شكرا.